هاد الشخص سميتو نور الدين الشينوي. واش هو احسن ممثل في المغرب؟ دمر لي البرقاد ولي دمر لي في الخدمه ديالي ولي مساكين ومشيت العبس بزاف. انا ماشي ديال العبس، انا ماشي ديال الطريق لا فين وانا. نور الدين تزاد في مدينه سيدي يحيى الغرب، فهو من عائله عاديه ما عندهاش وما خصهاش، وبدا كيكبر شويه بشويه ودخل المدرسه وبدا كيقرا، وكان ديما كيجي بكري على كاع الدراري د القسم، ولكن في القرايه عرف راسو ما غاديش يعطي فيها، بحكم انه عاود في القسم الثاني وحتى الخامس ابتدائي. فاش غادي يوصل 13 سنه هنا غادي يقرر يبعد من الدراسه ويقلب على خدمه باش يصوفي بها راسو. دراري صحابو غادي يبقى فيهم الحال، بحكم كان نور الدين نشيط ودرويش. وهنا بالضبط غادي يبدا يخدم في النجاره ويدخل يتعلم، وراه غادي يخدم ميكانيك وسودور وحتى بناء. المهم انه ضرب تماره في الصغر ديالو، وهنا غادي يطراو ليه بعض المشاكل وغادي يديوه للسجن. كانت العقوبه ديالو هي 4 سنوات. الحبس غادي يبدل فيه بزاف وغادي يشوف الحياه بنظره اخرى، وغادي يتاكد بان هذا الطريق ما كتخرجش. هنا بالضبط غادي يقرر يحل قناه في يوتيوب ويبقى يلوح فيديوهات فكاهيه واللي فيهم العبره لكاع الناس. وحتى انه في هذه الفيديوهات خدم بزاف د الخدمه، بحال انه يبيع السفنج او انه يبيع الغنم، بقال، طبيب اسنان، نجار، خياط وميكانيكي، اسكافي، بائع الهواتف، استاذ، مصلح بالوعات، حتى جافيل، وما نساوش الكوتش وبزاف. طريق اكتسب قلوب المغاربه وكلشي كيحترم. نور الدين الشينوي هو واحد الانسان ظريف ودرويش اللي بدا من الزيرو وطور راسو، وكنتمنوا ليه كامل التوفيق. نتلاقاو في فيديو جديد، قصه جديده.